هيديك الفكره، لكن الالستريتور هو اللي هيخلي تصميمك احترافي. تقدر تغير الالوان، تعدل على كل عنصر، تحوله لفيكتور، وكمان تجهزه للطباعه. من هنا يبدا دور الالستريتور. في كورس الالستريتور والتصميم بالذكاء الاصطناعي عندنا 5 اهداف. اول هدف واقوى هدف فيهم ان احنا نعمل مطبوعات احترافيه ببرنامج الالستريتور بمساعده ادوات الذكاء الاصطناعي، زي الكارت، زي الفلاير، زي البروشور، زي الخط، زي اي مطبوعه انت ممكن تقابلها، لان الطباعه يعني الستريتور. تاني حاجه هنتعلم نعمل لوجو، سواء كان ليتر هيد او ماسكوت او دمج ما بينهم. تالت حاجه هنعمل انفوجرافيك احترافي. رابع حاجه احنا ممكن نعمل ماسكوت، والماسكوت دوت يا اما نستخدمه في البراند ايدنتيتي في الطباعه، او نستخدمه في الموشن جرافيك ونعمل بيه مشاهد تتحرك على برنامج الافتر افكت. اخر حاجه معانا وهي انك تعمل بيه هانس احترافي، تلم فيه كل الشغل ده وتعمله بشكل احترافي وتقدم بيه على شغل ان شاء الله. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن كورس الالستريتور والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتعرف مواعيد الاونلاين والاوفلاين، تكتب كلمه الستريتور في الكومنتس واحنا هنتواصل معاك بكل التفاصيل. شكرا ليكم يا شباب، بتمنى كلكم تحققوا احلامكم. باي باي.